فيلم أخدود الصيد، فيلم منتج عام 1976 من بطولة جلوريا جويدا ومارتن بروشاد. الفيلم بيحكي عن دافيد، الزلمة كان زمان كاهن، وبعد ما ترك الكهنوت صار بيشتغل مصور فوتوغرافي. هو شخص مثقف بس دائما حاسس بفراغ كبير بحياته، لا عم يلاقي معنى لا بالحب ولا بالعلاقات. عنده عم كاردينال بيضل يذكره بالأخلاق والدين، بس دافيد نفسه تائه بين الإيمان والرغبة. بيتعرف على فيفيان، امرأة فرنسية حلوة ومتزوجة، بس زواجها عم ينهار. بينجذبوا لبعض وبيصيروا على علاقة. بالبداية بحس دافيد إنه رجع للحياة من جديد، بس بعد فترة بيمل منها ويبدأ يحس إنه الحب اللي بيناتهم سطحي، كله شهوة وما فيه روح. ببيت فيفيان في بنت اسمها تونيا، بنت ريفية بسيطة بتشتغل عندها كخادمة. البنت خجولة وعذراء، بس بنفس الوقت فيها فضول غريب تجاه الرجال والحب. شوي شوي دافيد بيبدأ ينجذب إلها لأنها بتمثل البراءة اللي هو فائدها. مع مرور الوقت بتتعقد الأمور، فيفيان بتبلش تدخل بعلاقات غريبة لتثبت لنفسها إنها بعدها مرغوبة، ودافيد بيتورط أكثر بصراع بين الشهوة والضمير، وبتتصاعد الأحداث في هذا السياق.